بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة وما تشهده من تطور وبناء. فرحة وطن وذكرى تتجدد لبيعة الخير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي تعجز عن وصفه الكلمات، وتقف الذكرى تعظيما وسلاما للأب والأخ والصديق لأبناء وبنات هذا الشعب الكريم. ذكرى الخير والنماء والرقي والأمن والأمان ولحظة الوفاء لهذا الملك قادها شعبه وفاء وعرفانا ليجعلوا من هذا الحدث فرحة لا تتقيد بموعد، فدوما نفرح بمليكنا وقائد مسيرتنا عبد الله. اليوم ذكرى بيعة سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ونحن في هذه المناسبة كشعب سعودي نجدد له البيعة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وندعو له بطول العمر إن شاء الله. لحظة الذكرى تجولت بنا في مشاريع الخير والعطاء، وأبقت من أوامره الكريمة أثر في نفوس الجميع من أبناء شعبه، ولم يطلب في المقابل سوى الدعاء له. فاللهم أدم لنا هذا القائد الإنسان الذي جعل من راحته حضنا لكافة أبناء وبنات شعبه، ففخرا لنا بهكذا مليك. عبد الرحمن الثقفي، الأخبار، الطائف.